السلام عليكم يا رفاق، عاملين ايه؟ انا عارفه ان احنا كلنا مضغوطين جدا، بجد كلنا بلا فخر مضغوطين جدا جدا. ولكن ما ننساش ان احنا نحمد ربنا على الضغط اللي احنا فيه. في ناس بجد تتمنى انها تطلب العلم، في ناس تتمنى ان تكون في ثانويه عامه زيك، في ناس بجد تتمنى انها فعلا تكون في مكانك رغم من الصياح والعياط اللي انت فيه. في ناس تتمنى تكون في كليه مثلا زيي. فاحنا ما ننساش ان احنا نحمد ربنا حتى لو احنا تعبانين جدا، فنقول الحمد لله على كل شيء. احنا اتكلمنا عن ازاي اراجع الفيزياء، واتكلمنا عن ازاي اراجع الكيمياء، واتكلمنا عن ازاي اكتب السي في الانجليش، وازاي اراجع الانجليش مهم جدا بجد جدا يعني. وكمان نزلنا او عملنا ازاي تعمل جداول للمراجعه لحد يوم الامتحان، او ازاي تعمل جداول للمراجعه. النهارده ميعادنا عن ازاي اراجع الاحياء اللي مش سالكه، وبجد مهم جدا مراجعه الاحياء. مش بعيد تلاقي كلمتين ثلاثه في الفيديو هم اللي هيلخصوا لك الاحياء دي كلها، فبجد مهم جدا. بس ما ننساش ان احنا نعمل لايك الاول، ويلا بينا. انا عاوزاكم بجد تعرفوا اول حاجه ان مشكله الامتحان بتاعنا عن ازاي تستخدم المعلومه. لازم تكون فاهم وحافظ كل حرف وحرفين في الكتاب. لازم تكون فاهم قوي انت بتستخدم كل معلومه اخدتها في الاحياء في الامتحان. امتحاننا فعلا كان كده، امتحاننا كان عن ازاي استخدم المعلومه، مش ازاي يعني مش ازاي تستخرجها خالص. وكمان ما تنسوش ان انتوا تحفظوا الاحياء. مفاهيم الاحياء وحشه جدا جدا ولا يعتمد عليها في اي شيء. لازم الاحياء تتحفظ. ومهما كان موقفك، لو انت حتى ما حفظتهاش من اول السنه. احنا يا جماعه كان طالع لنا يعني الوزير السنه اللي فاتت قال لنا ان مفيش، كنا ماشيين طول السنه على اساس ان هو اوبن بوك. بعد كده قال لنا مفيش اوبن بوك وهيكون في مفاهيم. احنا كنا فاكرين انها تبقى ورقه مفاهيم زي بتاعت اولى وثانيه ثانوي، ملهاش اي 30 لازمه. وكنا يعني في قمه الانهيار بجد، لنا ازاي احنا ماشيين طول السنه على سنه اوبن بوك، وبعد كده لغوا لنا قال انه مفيش اوبن بوك. وما كانش يوضح المفاهيم يعني. بعدها بفتره نزل كتيب المفاهيم. بعد احنا كل فتره اللي احنا كنا فيها دي ما كانش موضح اي حاجه خالص. وعندك مثلا الجيولوجيا دي، يعني الجيولوجيا شايفين الجيولوجيا دي كلها كنا معتمدين انها اوبن بوك، وبعد كده قال لنا لا مفيش اوبن بوك. فكان موقفنا سيء جدا جدا. فمهما كان موقفك مش هيبقى اسوء من موقفنا، يعني بجد مش هيبقى اسوء مننا. فما تقلقوش خالص، وابداوا احفظوا فيها، ولازم تحفظوا فيها كويس، وما تعدوش اي حاجه واي سطر ولا اي درس من غير ما تفهموه. الاحياء عن استخدام المعلومه. افهمها كويس واحفظها كويس. انت داخل امتحان مش اوبن بوك، المفاهيم ملهاش اي وجود في الاحياء. الاحياء اكتر ماده مفاهيمها مش حلوه. ما نعتمدش على المفاهيم نهائيا في الماده دي بالذات. الابواب اللي عندكم في المنهج: الدعامه والحركه والهرمونات والتكاثر والمناعه والدي ان اي والار ان اي. اولا ابدا بالمراجعه في الحاجه اللي انت لسه مخلص دلوقتي، ماشي في منهج بالترتيب، وده افضل حاجه. لسه مخلص الدي ان اي والار ان اي دلوقتي، ابدا مراجعه بيه. لسه مخلص المناعه دلوقتي، ابدا مراجعه بيها. التكاثر دلوقتي، ابدا مراجعه بيها. ابدا مراجعه بالحاجه اللي انت لسه مخلصها دلوقتي حالا. وزي ما قلت ما تعديش اي حاجه الا ما تكون فاهمها كويس. هتسمع فيديو شرح للباب اللي انت بتذاكره او بتراجع عليه لاي مستر انت مرتاح معاه، او اللي بتسمعه طول السنه ايا كان انت بتسمعه طول السنه. هترتاح معاه، اللي ترتاح معاه اسمع له الفيديو بتاعه. ولكن مثلا لو انت لسه مخلص الباب ده دلوقتي وقلت ابدا مراجعه بيه، مفيش داعي انك تسمع له فيديو، مفيش داعي. انت عايز تخلص وتنجز بسرعه، راجع على الباب كويس واحفظه كويس وتكونه كويس، وادخل في الحل. واكيد الحل هيقف معاك شويه حاجات كده لسه نقول عليها دلوقتي ايه دي بقى المراجعه بتاعتك الاساسيه. لكن طالما انت لسه مخلص المنهج او لسه مخلص الباب ده، مفيش داعي انك تسمع له فيديو شرح لو انت يعني ماشي الدنيا معاك. لو طبعا بقى الابواب القديمه لازم تسمع لها فيديو شرح او ايا كان اللي تحبه يعني، بس الافضل انت تسمع له فيديو شرح. الفيديو اللي ترتاح معاه اسمع له عادي. وكمان يا ريت يعني لو تقراوا الباب قبل ما تسمعوا فيديو الشرح. يعني قبل ما تسمع فيديو الشرح تقوم جاي قارئ الباب، ده هيسهل عليك جدا. وكمان تحس التركيز اكتر. وتركزوا في الفيديو يا جماعه، الفيديو تركزوا فيه بجد. ما عادش فيه وقت خلاص، ما عادش فيه وقت للضياع، ما عادش فيه. انت في المراجعه ما عادش فيه خلاص. اول كام سؤال في الاحياء بالذات، الاحياء يعني بالاخص، هتحس ان انت مش عارف تحل، هتحس ان انت الدنيا مش ماشيه معاك قوي. كمل معلش، كمل بس كام سؤالين ثلاثه اربعه، هتلاقي الاسئله بتستدرجك. هتلاقي الاسئله بتستدرجك كده مع الوقت. وهتحس ان مخك بدا يتعود على التفكير في الاسئله، وهتبدا تحل وهتيجي معاك. معلش بس هي الاحياء بتبقى كده، بس كمل شويه. خلصت حل الحمد لله، تجيب الاجابات. ولازم على فكره وانت بتحل الاجابات تكون بعيده عنك عشان تتعلم الصبر في الحل. انت في الامتحان الاجابات مش هتكون موجوده جنبك، لازم الاجابات تكون بعيده عنك عشان تتعلم الصبر وانت قاعد تحل. تقوم جاي قايم بقى وتجيب الاجابات بتاعتك وبعد كده تصحح منها. الاسئله هتجيلك غلط، اعمل عليها غلط وما تكتبش الاجابه. اعمل اكس بس ما تكتبش الاجابه، وكمل في التصحيح لحد ما تخلص. كل الاكس اللي انت عملتها دي حاول تفكر فيها مره ثانيه، في الغالب هتجيبها، في الغالب هتجيبها صح وحاسب منك سهو، وعادي عادي ان يحسب منك سهو، مفيش مشكله خالص. طيب ما عرفتش خالص والدنيا وقفت معايا، جيب اليوتيوب، شغل الفيديو، مشي الفيديو عند السؤال اللي انت عايزه وحل عليه. وحل يعني اتعلم الحل، اتعلم حله وحله انت كمان. في ناس كتير تقول اسمع فيديو الحل. انا بالنسبه لي انت لازم تحل بايدك. لو ما حلتش بايدك انت هتندم كتير. وتحل بايدك قبل ما تشوف فكره السؤال. يعني تحل بقى مش مثلا اتفرج على فيديو الحل ولا ترجع حل، لا. حل عادي جدا كانك امتحان. طبعا ما توترش نفسك يعني، بس تتدرب وخلاص. السؤال المشهور جدا: هل اكمل في الدرس بتاعي ولا اخد اونلاين؟
بصوا يا جماعه، خدوا قرار حتمي في الموضوع ده، من الاخر ده مستقبلك وده طريقك اللي انت هتمشي فيه. خدوا قرار حتمي في الموضوع ده. لو انت شايف ان المستر بتاعك مثلا مش على اتم استعداد معاك، او مش على اتم اجتهاد، وانت مثلا مش بتستفيد منه كتير، او لو حتى المستر بتاعك ده كان مجتهد وكان بيحل معاك كتير وكان على اتم سعي وكان على اتم استعداد، بس انت فعلا مش محتاج وحاسس انت لوحدك مثلا، مش حاسس، متاكد وجربت، مش مثلا انا حاسس ان عايز اقعد في البيت فاقعد في البيت فتضيع في البيت. انا ما قلتش كده. انا ما قلتش يا جماعه بجد، حافظ على وقتك الاكتر قدر ممكن. شوف الحاجه اللي انت فعلا تستفاد منها واعملها. سيب المشاعر دلوقتي على جنب، ده مستقبلك وده حياتك. فانت شايف مثلا ان انت لوحدك في البيت، حتى من غير ما تشترك حتى منصات، واليوتيوب لوحده كفايه معاك، خلاص اعمل كده وفعلا اقعد في البيت واعمل واستمر في حاجه زي كده. عاوز تاخد مراجعه اونلاين، خد مراجعه اونلاين، وارجح جدا مراجعه اونلاين، ارجح جدا بجد. اتكلمت فيديو بالتفصيل عن اسيب السنتر ولا ادخل اخد مراجعه اونلاين، عن كل المواد بالتفصيل وانا عملت ايه بالظبط. ده طبعا مش موضوعنا دلوقتي، احنا موضوعنا دلوقتي المراجعه. ان يا جماعه احنا دايما نقول هنعوض في المراجعه، نعوض في المراجعه، احنا وصلنا للتعويض، احنا وصلنا لمرحله المراجعه خلاص. الكتب بقى اللي تحل منها، اول حاجه اساسي معاك كتاب الامتحان. كتاب الامتحان يا جماعه بجد هو ده اول كتاب معانا اساسي، هو كتاب الامتحان. بعد كده ممكن تجيب بوكلتات كتاب التفوق او كتاب المرجع، عشان بس تحاول تعلي مخك او تعلي ليفل مخك في الاسئله، يعني تحاول تدرب على الاسئله الصعبه شويه. ممكن كتاب التفوق او كتاب المرجع، ممكن تسال المستر بتاعك اللي هو بيطلع على الكتب ايه افضل كتاب منهم. ولكن يعني تصور او تاخد البوكلتات الموجوده في الكتب دي، احنا عايزين البوكلتات منها بس. الابواب بتتحل عليها مره واحده بس لاي ماده، كفايه مره واحده بس عليها، ولكن الشامل انت محتاج تزود فيه كتير. واتكلمت في فيديو جداول المراجعه، وبجد مهم جدا جدا انك تجدول ايامك الفتره الباقيه دي، مهم بشكل مهم قوي، بجد مهم قوي ان انتوا تجدولوا ايامكم بالطريقه اللي انا قلت عليها، او ايا كان طريقه. فالمهم بس انت تعملوا جداول يعني لحد يوم الامتحان كمان، وما تضيعش نفسك. قلت بس في الفيديو ده ايه الحدود اللي تصور فيها بوكلتات او تحل فيها بوكلتات اكتر واكتر. انا اتكلمت في فيديو بالتفصيل عن الحته دي، علشان يا جماعه الوقت ما يسرقكمش، ارجوكم اهتموا ارجوكم. وكمان لما تجدول ايامك انت تعرف ايه الكتب اللي تجيبها وايه الكتب اللي تشتريها، عشان ما تقعدش تشتري كتب كتير وفي النهايه ما تلحقش تحل منها اي حاجه، وده متوقع جدا ان انت ما تلحقش تحلهم لو انت ما عرفتش يعني تجدول الايام الباقيه دي. ان شاء الله تخلص الابواب بالطريقه اللي احنا قلناها دي، وبعد كده ادخل في مرحله الشامل، مرحله حل الشامل. وارجوكم اعملوا يعني راجعوا الابواب زي ما قلت بالظبط بالنص. لو ما فهمتوش ارجعوا الفيديو تاني واسمعوه. راجعوا الابواب زي ما قلت كده بالنص، عشان لما تيجي توصلوا مرحله الشامل تخفوا على نفسكم شويه من الاخطاء، يعني الاخطاء تخف عليك شويه. لازم نغير نظرتنا عن الفشل وعن الغلط. الغلط الحاجه الوحيده اللي هتخليك تتعلم وهتخليك تنجح. معلش هتغلط شويه في الشامل، شويه حلوين شويتين كده، ولكن عشان كده بقول لكم تكونوا الابواب جدا جدا عشان تسهل عليكم شويه الدنيا، ما تبقاش كل حاجه صعبه. وما تحكمش على مستواك من الامتحانات اللي انت تحلها دلوقتي او حتى بعدين. الله اعلم في امتحان اخر السنه يكون في توفيق ولا لا. انا مش بحبطكم يا جماعه، اظن انتوا عارفين مين زهراء، فانا مش بحبطكم خالص. انا بس بقول لكم يعني اللي هو يعني احتمال يكون في المهم يا جماعه، المهم ما تحكموش على مستواكم في الامتحان من دلوقتي ولا بعدين حتى. وكمان حاجه اخيره وحاجه مهمه جدا جدا، ان الاحياء اخر ماده عندكم في الجدول، ودي حاجه انا مش شايفاها لطيفه يعني، وكان عندنا برضو كذا نفس الحوار. فانتوا ما تسيبوش اي حاجه للزمن، ما تسيبوش اي حاجه للدنيا، في الاخر انت بتحس بهبوط شويه شايفين. فما نسيبش اي حاجه للزمن، ونحاول نخلص الاحياء كلها كامله مكمله كده، ونحفظها نحفظها نحفظها نحفظها. اظن قلت كتير نحفظها ونفهمها قبل ما نفهمها يعني. حفظ وفهم اكتر ماده محتاجه الاثنين، رسم من غير حاجه يعني. وما نهبطش وما نتعبش، زي ما قلت ان احنا نحمد ربنا ان احنا بنحاول وان احنا بنسعى. ان بجد والله في ناس يا جماعه تتمنى انها تكون مكاننا او مكاني او مكان اي حد تاني. فما ننساش ان احنا نقول الحمد لله على كل حاجه، وما نخليش الشيطان يضحك عليك بقى وانا في ازمه وانا مش عارف ايه، ده الناس مخلصه، ده الناس سابقه، ده الناس بتتشقلب وانا لسه في مكاني. كل الكلام ده وهم، وهم بجد والله، وهم من نفسك. وكل الناس بتبقى محتاجه اساسا، فعادي خالص. وربنا كريم، ورمضان كريم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وعيد سعيد وكل حاجه حلوه. نراكم ان شاء الله في فيديو قادم. الفيديو بتاعنا النهارده خلص، اتمنى ان فعلا تكونوا استفدتم. وبعد بجد ما تنسوش تحطوا لايك، ارجوكم حطوا لايك، واعملوا اشتراك في القناه، وسيبوا لنا رايكم في كومنت، ايه رايكم في كومنت. نراكم في فيديو قادم وفي افاده اخرى. باي باي.